بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. انتهاء المباراة طبعا الصعبة في الأجواء الصعبة على الملعب الصعب قدام فرقة صعبة في ظل ظروف طبعا صعبة. الحمد لله بيقدر النادي الأهلي يخرج بنتيجة لحد كبير جدا كويسة. نتيجة 0-0 طبعا تعادل سلبي ممكن يكون يعني عارف انت ساعات بيبقى خادع شوية. يعني طبعا نتيجة كويسة، المفروض ان انت هنا ان شاء الله بإذنك يا رب تحاول تخلص المباراة من هنا والصعود من هنا، بس طبعا بتبقى نتيجة خادعة شوية. ممكن لا قدر الله اي هدف هنا يبرجل لك الحسابات ومحتاج هدفين. المهم ان شاء الله ما نوصلش للكلام ده باذن واحد احد، ورجالتنا ان شاء الله يكونوا قدها يوميها ويكون ربنا موفقهم باذن الله ونقدر نخلص المباراة بدري بدري. النهارده بقى عايزين طبعا زي ما قطعنا الفرقه الماتش اللي فات وقطعنا كولر الماتش اللي فات، لازم نديلهم حقهم النهارده، لان كولر النهارده ابدع وامتع وعمل كل حاجه صح كان ممكن تحصل، بدايه من التشكيل، بدايه من التغييرات. اي نعم يعني كان في تغييرات اضطراريه بس هو كان بيتعامل معاها بافضل شكل ممكن. الحمد لله المباراه كانت ممكن تكون متكافئه بشكل كبير جدا. احنا كنا بنقدر نجيب اهداف وهم كانوا ممكن يقدروا يجيبوا اهداف. الحمد لله نقول اللعيبه كانت رجاله وادوا اللي عليهم، وزي ما قلت لك مستر كولر النهارده كان مركز اكتر. المباراه اللي فاتت اكيد طبعا كلنا قطعناه وقطعنا الفرقه كلها، بس تحس برضو ان هو يعني كان معاه جزء من الحق او مش معاه جزء من الحق. يعني تحس ان هو كان مهتم اكتر بمباراه مازيمبي، ان هو كان مركز لها اكتر، عايز يدخل المباراه يعني باقل الخسائر، لان طبعا عندنا خسائر كتير جدا في الفرقه من اصابات. هو كان باصص على مباراه مازيمبي، ما كانش مركز قوي في المباراه اللي فاتت. طبعا والله مع كامل تقديري واحترامي طبعا للزمالك، هو ماتش طبعا في الدوري ممكن بالنسبه له يعني مش بالاهميه الكافيه، ممكن المباراه دي تتعوض، لكن طبعا مباراه نصف النهائي بطوله افريقيا مش هتتعوض لا قدر الله. لو اي نتيجه سلبيه الدنيا هتبقى في حته مش حلوه يعني. فنقول الحمد لله ان هو النهارده استفاق كده وقدر ان هو يبدع ويمتع الاهلاويه ويطلع بنتيجه الحمد لله تكون كويسه مرضيه بحد كبير جدا بشكل كبير جدا. نقول الحمد لله وان شاء الله زي ما قلت لكم التوفيق، بس اهم حاجه يكون معانا ان شاء الله المباراه اللي جايه مع عودة بعض المصابين، وإن شاء الله يكون الصعود حلفنا. النهارده مع كولر على فكرة دي المباراة رقم 19 في بطولة أفريقيا على التوالي. النادي الأهلي الحمد لله لا يتلقى أي هزيمة، يعني من منذ الهزيمة طبعا بتاعت صن داونز في المجموعات بتاعت السنة اللي فاتت، والاهلي الحمد لله ما تغلبش ولا مباراه من ساعتها مع كولر، والحمد لله الاداء بيبقى كويس في افريقيا. تحس ان الفرقه بتبقى فايقه في افريقيا. ممكن حتى دوري المجموعات ممكن ما يبقاش باحسن حاجه، بس اول ما بيوصلوا بقى بعد كده بتبص تلاقي الدنيا بتمشي احسن وافضل من اللي قبل كده. طبعا مش عايز انسى مصطفى شوبير. مصطفى شوبير كان نجم النهارده اللقاء، وبصراحه يعني انقذ كذا فرصه محققه اهداف. والنهارده على فكره بالمناسبه الكلين شيت السادس لمصطفى شوبير. انت متخيل ست مباريات في بطوله افريقيا مصطفى شوبير بيطلع كلين شيت، وهو طبعا من ساعه غياب الشناوي 4 مباريات منهم كانوا بره الملعب. يعني 4 مباريات منهم كانوا بره الملعب ومش اي ملاعب. يعني مصطفى شوبير لعب مثلا مع شباب بلوزداد في الجزائر، وما ادراك طبعا الجزائر وجمهور الجزائر وارض الجزائر، وقدر ان هو يطلع بكلين شيت. بعدها لعب مع فرقتين ابطال تنزانيا، سواء يانج افريكانز طبعا في المجموعات او بعد كده سيمبا في دور الثمانيه. اصبح ان الماتشين دول برضو لعبهم في تنزانيا، والحمد لله قدر ان هو يطلع بكلين شيت. طبعا مع المباراتين بتوع يانج برضو وسيمبا في القاهره برضو الحمد لله قدر ان هو ربنا يوفقه ويطلع بكلين شيت. والنهارده طبعا في الملعب الصعب جدا قدر ان هو يطلع بكلين شيت في مباراه المفروض ان يعني احنا دايما بنتخانق منها. المباريات دي احنا ما بنلعبهاش، سواء ارضيه ملعب بيلعب نجيل صناعي، سواء الاجواء الضغط الجماهيري. الجماهير بتبقى قريبه جدا من الملعب. الجماهير بتاعت كونغو عندهم طبعا حماس على طول وتشجيع على طول وضغط على طول على الفرق المنافسه. بتتكلم في اجواء صعبه قوي. التوقيت الساعه 2 طبعا عندهم، الساعه 3 بالتوقيت عندنا، فكلها اجواء صعبه. وكل الفرق اللي لعبت السنه دي مع مازيمبي في ملعب مازيمبي ما فيش ولا فرقه قدرت ان هي تحرز اهداف. صن داونز ما قدرش يحرز اهداف، بترو اتلتيكو ما قدرش يحرز اهداف، بيراميدز ما قدرش يحرز اهداف. فالمهم الحمد لله انك تطلع بالشكل ده في النهايه. الموضوع بقى في ايديك والكره في ملعبك ان شاء الله. تقدر انت باذن واحد احد كده يكون الرجاله متوفقه وكولر يكون مركز في المباراه اللي جايه باذن الله، وان شاء الله نضمن الصعود ونوصل للنهائي ان شاء الله الخامس على التوالي. معايا يا صاحبي؟ دي ارقامنا، دي حاجاتنا، دي الحاجات اللي بتفرحنا. هو ده النادي الاهلي، وبنفرح وبنطلب اللي بعده. ربنا يديمها علينا نعمه، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونفوز بالبطوله ان شاء الله، وتكون ال 12 حلفتنا السنه دي باذن واحد احد ونروح كاس العالم للانديه. احنا كده كده رايحين طبعا كاس العالم للانديه،
وان شاء الله يعني ايه مزيد من النجاح والبطولات للنادي الاهلي. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.